بص حواليك كده، من العربية للتيشيرت اللي لابسه كل حاجة حوالينا تقريبا دي نتاج لقوة ضخمة جدا غيرت شكل عالمنا، وهي الصناعة. طيب، ايه بقى هي الوصفة السرية عشان دولة تبقى قوة صناعية؟ ومين دلوقتي اللي مسيطر على الخريطة دي؟ والأهم من كل ده، ازاي المحرك الضخم ده ممكن يعيش في سلام مع الكوكب بتاعنا؟ خلونا نشوف. الجملة دي يعني بتلخص القصة كلها. الصناعة دي مش مجرد مصانع بتطلع دخان وخلاص، لا، دي حكاية طموح وتقدم. هي دي اللي بتفرق بين دولة متقدمة ودولة لسه بتحاول تلحق بيها. طيب، إيه هي الصناعة أصلاً؟ الموضوع ببساطة شديدة هو إننا ناخد مادة خام ممكن تكون قيمتها قليلة جدا زي حتة حديد أو شوية قطن، ونحولها لمنتج ليه قيمة كبيرة وبيفيدنا في حياتنا زي عربية أو تيشيرت. يعني من الآخر هي عملية خلق قيمة من تقريبا ولا حاجة. طيب، السؤال المهم بقى، إيه اللي يخلي بلد تبقى قوة صناعية وبلد تانية لأ؟ الحكاية بالظبط عاملة زي وصفة الأكل، لازم كل المقادير تكون موجودة ومظبوطة عشان الطبخة تطلع تمام. والوصفة دي بقى ليها مكونين أساسيين ما ينفعش نستغنى عن ولا واحد فيهم. أول حاجة المكونات الطبيعية، دي الحاجات اللي ربنا اداها لنا، موارد وثروات. وتاني حاجة المكونات البشرية، ودي بقى بصمة الإنسان، عقله وإبداعه. الاتنين دول عاملين زي تروس الساعة بالظبط، لازم يشتغلوا مع بعض. خلونا نبدأ بالمكونات الطبيعية. بنتكلم هنا عن إيه؟ بنتكلم عن المواد الخام زي المعادن والمحاصيل الزراعية، وعن مصادر الطاقة اللي بتشغل كل المصانع دي زي الفحم والبترول والغاز. وطبعا الموقع الجغرافي نفسه مهم جدا. يعني فكر فيها، هتبني مصنع حديد وصلب ازاي من غير ما يكون عندك فحم وحديد؟ وهتصدر منتجاتك للعالم ازاي لو بلدك محبوسة بعيد عن الموانئ؟ نيجي بقى للمكونات البشرية، ودي بتشمل حاجات كتير. لازم يكون في عمالة ماهرة ومهندسين شاطرين، لازم يكون في علم وتطوير وأبحاث، وطبعا لازم يكون في فلوس، رأس مال يعني، عشان نبني المصانع دي أصلا. وبعد ما ننتج لازم يكون في أسواق الناس تشتري فيها المنتجات دي. وآخر حاجة ودي مهمة قوي، لازم يكون في سياسات حكومية ذكية تشجع الصناعة دي وتحميها. تمام، كده احنا عرفنا الوصفة. خلونا بقى نبص على خريطة العالم ونشوف مين اللي عرف يطبق الوصفة دي صح. فين دلوقتي أكبر وأهم المناطق الصناعية في العالم؟ قبل ما نخش في التفاصيل، سؤال على السريع كده، تفتكروا مين بيساهم أكتر في اقتصاد العالم دلوقتي؟ قارة آسيا اللي نهضتها الصناعية تعتبر حديثة، ولا قارة أوروبا اللي هي أصلاً مهد الثورة الصناعية؟ فكروا فيها ثانية كده. الإجابة وممكن تفاجئ ناس كتير، في تحول يعتبر تاريخي. آسيا كسبت وتفوقت على أوروبا. حسب بيانات 2023 آسيا دلوقتي بتساهم ب 27.5% من الدخل العالمي كله، في حين أن أوروبا بتساهم ب 24.5%. ودي مش مجرد أرقام بنقولها، ده مؤشر واضح جدا أنه مركز القوة الاقتصادية في العالم بيتحرك ناحية الشرق. بس إزاي ده حصل؟ خصوصا لو عرفنا إن نسبة العمالة اللي بتشتغل في الصناعة في آسيا أقل من أوروبا. إيه السر؟ السر كله في كلمتين: الضخامة والكفاءة. المصانع اللي في الصين واليابان دي مش مجرد مصانع عادية، دي مدن صناعية كاملة بتشتغل زي خلية النحلة بالظبط، وبتنتج للعالم كله بإنتاجية ضخمة جدا. طيب، خلونا نبدأ الجولة بتاعتنا على الخريطة، وأول محطة هي أقدم وأعرق مركز صناعي في العالم، منطقة غرب ووسط أوروبا. المنطقة دي قوتها تاريخية، والمراكز الرئيسية فيها كلنا عارفينها: بريطانيا، فرنسا، وألمانيا. قوتهم دي جاية من سببين: أولاً، كان عندهم الموارد الطبيعية زي الفحم زمان، وثانياً التكامل الاقتصادي اللي عمله الاتحاد الأوروبي، اللي سهل التجارة بينهم وحمى صناعتهم من المنافسة. نروح شرق شوية عشان نوصل للمركز التاني، وهو إقليم روسيا وأوكرانيا الصناعي. المنطقة دي بقى ليها طبيعة خاصة ومختلفة شوية في توزيعها الجغرافي. هنا الصناعة مش ملمومة في حتة واحدة، لا، متوزعة على مناطق بعيدة عن بعض. عندك مثلا منطقة موسكو وما حولها، ودي مشهورة بالصناعات الهندسية والإلكترونيات. وعندك منطقة جبال الأورال، ودي بقى تعتبر قلب الصناعات الثقيلة، حديد وصلب وحاجات من دي. ودلوقتي نيجي للمارد الصناعي الجديد اللي قلب موازين الاقتصاد العالمي كلها، إقليم شرق آسيا. هنا احنا بنتكلم عن وحوش صناعية بجد. في اليابان معظم الصناعة متركزة في جزيرة هونشو. في كوريا الجنوبية العاصمة سيول هي قلب الصناعة. وطبعا العملاق الصيني بمناطق صناعية ضخمة جدا ممتدة على طول الساحل الشرقي للبلاد. بس خلي بالنا، الخريطة دي مش ثابتة وبتتغير طول الوقت. في لاعبين جداد طالعين بقوة على الساحة. في آسيا مثلا بنشوف دول زي ماليزيا وفيتنام، وفي منطقة الخليج العربي بنشوف إزاي الفلوس اللي جاية من النفط بتتحول لقوة صناعية ضخمة، خصوصا في البتروكيماويات.
وحتى جوه أوروبا نفسها دول زي إسبانيا وبولندا بتشهد نهضة صناعية جديدة. العالم فعلا بيتغير بسرعة. لكن كل القوة والإنتاج الضخم ده ليه فاتورة وليه تمن. الصناعة العالمية دي خلقت معاها مشاكل وتحديات كبيرة جدا، لازم العالم كله يقف ويفكر إزاي يواجهها. طب إيه هي المشاكل دي؟ أول وأخطر مشكلة طبعاً هي التلوث البيئي اللي بيهدد الكوكب اللي بنعيش عليه. تاني حاجة نقص بعض المواد الخام، وده بيخلي أسعارها تزيد. وتالت حاجة المنافسة الشرسة جداً بين الدول الكبيرة والشركات العملاقة على مين يسيطر على الأسواق. بس من قلب المشاكل دي بدأ يظهر الحل. العالم كله بدأ يفهم إنه ما ينفعش يكمل بالطريقة دي، ومن هنا ظهر مفهوم جديد ومهم جدا: الصناعة الخضراء. خلي بالك، الفكرة هنا مش إننا نوقف المصانع ونبطل إنتاج خالص، لأ، الفكرة إننا ننتج بس بذكاء وبمسؤولية تجاه الكوكب. والتحول ده مش كلام وشعارات وخلاص، دي خطوات عملية جدا وواضحة. أول خطوة نستخدم طاقة نظيفة، يعني بدل ما نحرق فحم وبترول نستخدم هدايا الطبيعة زي طاقة الشمس والرياح عشان نشغل مصانعنا. تاني خطوة إعادة التدوير، يعني الزبالة والمخلفات دي مش نهاية القصة، دي ممكن تكون بداية لمنتج جديد. تالت خطوة نقلل الانبعاثات، يعني نركب فلاتر على مداخن المصانع عشان الهواء اللي بنتنفسه يكون أنقى. ورابعاً ودي أهم نقطة، إننا نتبع فكرة الاستدامة في كل حاجة بنعملها وتبقى هي البوصلة بتاعتنا. الهدف الأكبر من كل ده هو إننا نوصل لمستقبل تكون فيه الصناعة بتاعتنا صناعة مستدامة. طيب، يعني إيه كلمة مستدامة دي؟ ببساطة التعريف بيقول إنها الصناعة اللي بتلبي كل احتياجاتنا دلوقتي، وفي نفس الوقت ما تجيش على حق الأجيال اللي جاية. يعني ما نستهلكش كل الموارد ونلوث الكوكب لدرجة إنهم ما يعرفوش يعيشوا، أو باختصار شديد نعيش ونخلي غيرنا يعيش. وده بيوصلنا لآخر وأهم سؤال، السؤال اللي بيلخص التحدي اللي بيواجه البشرية كلها: هل فعلا هنقدر نخلي محرك التقدم الجبار ده اللي هو الصناعة يتعايش ويعمل سلام مع الكوكب بتاعنا؟ إجابتنا على السؤال ده هي اللي هتحدد شكل مستقبلنا كلنا.